بالنسبة للناس اللي في تالتة ثانوي لسه نتيجتهم طالعة، ألف مبروك عشان انتوا خلصتوا سنة مهمة بالنسبة للمجتمع، قد تكون مش مهمة بالنسبة لكم قد ما هي مهمة بالنسبة للمجتمع، فانتوا اتبسطوا. ايا كان النتيجة اللي هتطلع هي احسن حاجة ليكم بجد والله. ومش هتعرفوا الموضوع ده الا بعد فترة، ممكن في الاول هتزعلوا وهتتضايقوا وهتعيطوا. اوكي، ازعلوا واتضايقوا وعيطوا، مادام انتوا تعبتوا فحقكم ان انتوا تزعلوا، بس اللي انتوا ما لقيتوش نتيجة فورية، بس هتلاقوا النتيجة كده كده ان ربنا عادل يعني، فهو مش هيساوي اكيد حد غش. الغش ده ما تقلقش ما تقلقش، هيدخل الكلية هيتشقلب يعني. الكلية مفيهاش هزار يعني، حد غش ودخل طب ولا دخل هندسة حكومة ولا وات ايفر بقى، ربنا كرم وعمل ايه. انا السنة اللي فاتت كان عندي غش، انا ما اعرفش السنة دي كان عندكم غش ولا ايه الصراحة. ايا كان النتيجة، حتى لو انتوا شايفين إن فيها ظلم ليكوا، انتوا اهم حاجة ما غشيتوش، بدل انتوا اتعاملوا مع يعني مع ربنا، يعني متعاملوش مع بشر، مالكوش دعوة بالبشر. غشتوش عشان غش انتوا عارفين ان هو حرام وان هو مش عادل، يعني ان انتوا تغشوا دي حاجة مش عادلة بالنسبة للمجتمع وبالنسبة لكم. فأي نتيجة هتطلع هتكون هي المناسبة ليكو، وهتكون هي أحسن حاجة ليكو. حتى الكلية اللي هتدخلوها إن شاء الله في المستقبل هتكون هي أحسن حاجة ليكو، سواء انتوا ما كنتوش تستحملوا كلية حكومة، أو سواء انتوا مثلا محتاجين حاجة دلع شوية. إن شاء الله في المستقبل هتتبسطوا، وممكن تكون الكلية دي كانتش مناسبة ليكو وانتوا أصلا مش بتحبوها، بتحصل يعني. ف ايا كان اتبسطوا، وان شاء الله مستقبل فيه حاجات كتير قوي تتعمل يعني.